السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان زمال اللي أول مرة يشوف قناتي. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكحك بشكل جديد، أول مرة تشوفيه إن شاء الله حصري على قناتي. الطعم يجنن، الشكل طبعا باين قدامكم قد إيه ما شاء الله الكحكية دايبة، وقد إيه واخدة اللون الحلو وما شاء الله مرملة، يعني بصوا هي عدت الخيال والله وعدت الكلام. عملتي قبل كده في قناتي من سنة كحك بالنشا وكان رائع وما شاء الله مفرغ من قلبه ورائع وجميل زي ده. بس الكحكاية دي أنا قريبة لقلبي لأن أنا مكوناتها بحبها، بحب طعم الزبدة قوي في الكحك. إن شاء الله هنقول مع بعض إيه العوامل اللي تخليكي تعملي كحك زي أحسن محلات وكمان أطعم كمان، التكات في كل حاجة، وإيه اللي يخلي الكحك يطلع من جوه مفرغ، وإيه اللي يخلي الكحك معاكي يطلع دايب واخد اللون الحلو دوت وبيدوب في البق، وكل اللي هياكله هيقولك انتي عاملاه ازاي. قبل ما هنبدأ الفيديو زي ما تعودنا هنصلي على أفضل خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه طبعا هنقول كل التكات وكل حاجة تساعدك على نجاح الكحك. اول حاجه دي سمنه معايا 404 جرام سمنه زي ما انتوا شايفين كده. حطيت عليهم زبده لغايه ما وصلتهم ل 600 جرام، يبقى 404 زبده سمنه، حطيت عليهم 196 جرام زبده، بقوا المعدل كله 600 جرام. يبقى انت عايزه تحطي بقى اللي كله سمنه يرجع لك انت، انا ده المقدار اللي انا بشتغل بيه واللي انا حباه. حطيت 404 جرام سمنة، حطيت عليهم 196 جرام زبدة، وخدتهم على النار زي ما انت شفتي كده، سيحتهم مع بعض على نار هادية جدا جدا. وبعد كده بعد ما ساحوا على نار هادية ولا قدحت ولا أي حاجة، سبتهم لتاني يوم، غطيتهم وسبتهم لتاني يوم. وجيت تاني يوم بدأت أعمل إيه معايا؟ ملبن ومعايا عجوة. أنا عن نفسي بحب يعني العجوة أكتر من الملبن، وبرضك عندي ولادي بيحبوا العجوة، فحطيت حشوة العجوة أكتر. انتي عايزة تحطي الملبن أكتر. عامة الكيلو الدقيق بياخد نص كيلو ملبن، الكيلو الدقيق بياخد نص كيلو ملبن. انتي بقى تقدري تحددي الكمية اللي هتعمليها حسب كمية الحشوة، حسب كمية الدقيق اللي هتعمليه. يبقى كيلو الدقيق بياخد نص كيلو ملبن. انا هنا طبعا كان عندي ده كان 200 جرام ملبن، وده كان 400 جرام عجوة. انا عملتها كلها وقلت الكوره اللي هتفضل هحطها في الفريزر واحتفظ بيها، ويبقى حطيت فيها السمنة بتاعتها ومجهزاها. حطيت ايه على السمنة وعلى الملبن؟ كل حاجة منهم حطيت عليها معلقة كبيرة سمنة. يبقى على الملبن معلقة كبيرة سمنة، وهبست الملبن حلو جدا، وبعدين حطيت عليه بقى اي نوع مكسرات انت عايزاه وتكوري كده. وهكذا العجوه حطيت عليها معلقه كبيره سمنه، وقمت حاطه عليها طبعا الاتنين حط عليهم فول. انا يعني مكسراه بس مش مفتفتاه ناعم، لا نصي تكسيره كده. وحطيت عليهم معلقه سمنه هنا ومعلقه سمنه هنا على الملبن، وبدات اكور العجوه واكور الملبن واجهزها. يبقى اول حاجه ترتبي خطواتك عشان يبقى الموضوع معاكي سهل. خلاص كده نبدأ بقى نعمل تاني حاجة. معايا هنا أقل من نص كوباية مية، يعني بتاع تلت كوباية مية. حطيت عليها كيس خميرة، كيس الخميرة ده عبارة عن 11 جرام خميرة. وحطيت عليهم كمان معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار سكر. وهقلبها كده وهركنها في جنب. هنا معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات دوت، انا نخلاه وحط عليه رشة ملح. رشة الملح عبارة عن ايه؟ ربع معلقة صغيرة ملح من معلقة الشاي، ربع معلقة صغيرة ملح من معلقة الشاي. وحطيت عليه كمان معلقتين سمسم، وحطيت عليه معلقة كبيرة من ريحة الكحك. والبيكنج باودر ركزي معايا، البيكنج باودر قد ايه؟ اقل من يعني بالظبط البيكنج باودر ربع معلقة صغيرة من معلقة الشاي. يبقى هنقول تاني المكونات: كيلو دقيق متعدد الاستخدامات النخلاه، حط عليه معلقة كبيرة ريحة الكحك مملية من المعلقة اللي في ايديا ديت، وحط عليه معلقتين كبار سمسم، وحط عليه كمان ربع معلقة صغيرة من معلقة الشاي الصغيرة، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. ودي السمنة اللي أنا بيتها. شفتوا عاملة ازاي؟ أنا كده مزجت السمنة مع الزبدة.
انا ولا مسيحاها يعني ولا عامله سخن السمنه زي ما انتوا شايفين كده، بس مش طالعه من التلاجة. يعني كانت سبتها لما ساحت السمنه مع الزبده وبيتها تاني يوم على البوتاجاز واستخدمتها من على البوتاجاز كده. وكل اللي انا بعمله اللي انا بخلط السمنة ببسها بالدقيق. الدقيق ده من نوعه الدقيق ده متعدد الاستخدامات، نوعه الأصيل، ماركة الأصيل. الدقيق الأصيل ده أنا متعودة أعمل بيه كل أنواع الحلويات والمعجنات، ورائع وأكتر من ممتاز. هبدأ أخلط بقى السمنة اللي أنا حاطة عليها زبدة، وأبدأ أعمل زي ما انتوا شايفين كده، باخد حتة حتة وأبدأ أبس كده. ولما فصلت الكاميرا جبت طبق جنبي كبير وبدأت أحط، وكنت فاكرة إن أنا بصور وأنا ناسية إن أنا مش مشغلة الكاميرا. بدأت أعمل زي ما انتوا شايفين كده، اخد قطعه قطعه على بين كفوف ايديا، ادلكها قوي 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 قوي، ابسها وادقلها على الطبق التاني عشان اعرف ايه اللي انا بسيته وايه اللي ما بسيتهوش، لان كيلو دقيق مش هياخد حاجه معاكي. اهم حاجه الخطوه دي يا بنات مهمه جدا جدا عشان تاكلي كحك. مش هقولك زي بتاع المحلات، والله ابقى ظلماه، هو احلى من بتاع المحلات بفضل الله. ليه؟ البس اللي العجين هو اللي بيخليكي ما تاخديش كميه سوائل كتيره، بيخلي الكحكيه طالعه ناعمه، بيخلي الكحكيه طالعه مش محطبه وناشفه، لا طالعه الكحكيه. انا كده هنا بسيته ناعمه خالص، بقت ما شاء الله العجينه طريه جدا في ايديا، بقت العجينه كده ما شاء الله زي الملبن، فعلا طريه جدا. يبقى خطوه بس العجين دي خدي فيها راحتك، لان هي دي الشغل اللي فيها في الكحك، مش هتعملي بعد كده شغل. هنا بقى خدت نص كوبايه اللي طبعا نص كوبايه زادت، التلت كانت تلت كوبايه بقت نص كوبايه زادت كده. وهبدا انزل زي ما اتعودنا، اي معجنات اي حاجه فيها دقيق وميه او دقيق ولبن هنزل بحبه حبه. ليه يا امان انت ما استخدمتيش لبن؟ ممكن تستبدلي بدل كوبايه الميه دي لبن، التلت كوبايه الميه دي تستبدليها بتلت كوبايه لبن وتحطي فيها عادي، وتعملي الخميره في ربع كوبايه ميه او في معلقتين ميه على جنب او في اللبن الدافي عادي. انا حبيت الميه لان الميه اللبن عمره بيبقى قصير. هتقولي ده كيلو دي مش كده، انا هنا بقول لك اختبار، لا محتاجه لسه. انا طبعا نزلت بالخميره في البدايه اللي هي كانت على وش الكوبايه اللي فاضت وباينه على الرخامه اهي، وبعد كده قلت لو حبه الميه لقيتها طبعا مش محتاجه خلاص، مش مهم الحبه اللي تحت اللي فوقهم خميره. طبعا انا كامان عارفه هي هتاخد قد ايه ميه او هتاخد قد ايه لبن، لاني مش اول مره اعمل. مش شاطره، مش انا شاطره يعني وكده، لا. هنا بقول لك الاختبار لسه بتشقق، طول ما هي بتشقق يبقى لسه عايزه سوائل. لا انا بعودك، انا كمان عارفه هتاخد قد ايه، بس انا بعودك انت كبنت لسه مبتدئه او بنوته لسه اموره مبتدئه وبتعملي، او ست بيت لسه بتعملي وعايزه تجربي تعملي الكحك. هنا كده قلت لك العجينه برضك عايزه سنه، في ناس ممكن تعتمدها كده، لا انا بالنسبه لي عايزه السن. خدت قد ايه؟ خدت معايا كوبايه ميه من الكوبايه اللي معايا دي اللي هي معيار اعتقد ساعه 200 ملي. انت بتنزلي بالسوائل واحده واحده حسب ما العجينه تاخد معاكي. انا شفته، انا ما بعجنش، اوعي تعجني في المرحله دي. المرحله دي انت لو عجنتي يبقى انت عملتي عبء ليها، يعني شغلتي الجلوتين بتاعها، يعني عملتي فيها عبء وهتبقى معضمه معاكي وهتتحول معاكي القرص، مش كحك ابدا. كده انت هتنقلها نقله تانية. شفتي هنا هي بتقطع الكحك، لازما العجينه بتاعته تقطع. هنا انا بعمل باخد الحته وبشغلها على ايديا، بدعك كده واشغلها اشوفها محتاجه ولا لا لقيتها لسه محتاجه بقيت الكوبايه، ببدا اللي انا افضل اعجن زي ما انتوا شايفين. بقول لكم بعجن بصوابعي، انا لا عمل لكفوف ايدي خالص، انا بعجن بصوابعي واجيب من فوق لتحت، مش عايزه اعمل فيها جلوتين خالص. اعذروني ان كنت بطول عليكم وان كان الفيديو ده طويل، والله بجد غصب عني، بس عشان انا عايزه اوصل لكم كل معلومه، وعايزه الحاجه يعني انتوا عارفين الحاجه بتتكلف، حرام اللي هي تبوظ منك على اي حاجه او على اهون حاجه. فانا بحاول ان انا اوصل لك الفكره حتى لو بسيطه
بسيطة ممكن تفرق معاكي. هنا برضك بختبرها، بدخل صباعي في النص، شققت، لا ما هي شققتش خلاص، هنا شققت برضك نزلت. تفضلي هتحط المية نقطتين نقطتين او حبة حبة، معلقتين معلقتين، ما تحطيش المية مرة واحدة حسب ما العجينة تاخد. ممكن معاكي الدقيق، نوع الدقيق بتاعك ما ياخدش الكوباية، ياخد كوباية الا ربع. هنا بقول لكم خدت الكوباية. خلاص عرفت ازاي؟ انا طبعا بعجن زي ما انتم شايفين بصوابعي. هتقولي مثلا احنا عجناه كتير وكل شويه ننزل ميه واحده واحده فده يعمل جلوتين. لا، طول ما انتي بتعجني بصوابعك كده وما بتشيليش وبتعملي بوكسات في العجينه ولا كده، طول ما العجينه معاكي بتقطع كده كل كده يبقى العجينه مظبوط. ابقى اختبرها ازاي؟ خلاص حطيت صباعي في النص وما شققتش، ابدا اجيب المنقاش عمل معايا كده وادى الشكل، يبقى العجينه ممتاز. في حاجه تانية ومعلومه، ممكن انتي تمسكي المنقاش فتقومي ناتشه الشكل فتقولي لا ده هي بتنتش، المنقاش بينتش، لا ده محتاجه ميه وهي العجينه مظبوطه. في انواع منقاش بينتش العجينه، وفي انتي ممكن تكون ايدك بتنتش العجينه. يعني انا اول ما بدات امسك المنقاش ما انساش، يعني ربنا يا رب يدي لماما الصحه، هنا الاول بعمل كل عجينه، كل كوره من دي هعملها مقاسها 22 وابدا اعملها تجويف في النص ونحط الحشو. كانت ماما يا رب يديها الصحه والعافيه، اللهم امين. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد محمد رسول الله. كانت تقول لي انت ايدك بتنتش المنقاش بتاعك بينتش العجينه. اقول لها ازاي يا ماما؟ تقول لي لا انت بتنتشيه، ما تنتشيش ايدك كده، فبالراحه وانت بتعملي. فممكن انت تنتشيه بالمنقاش فتقولي لا ده المنقاش. هنا بقول لك انا بقورها كده وبعد كده بقلب اللي هي من فوق دي اخليها تحت. انا بعمل يا جماعه للكحكه قبه يعني بقى عاملاها، شفتي عامله بوز من فوق، بعمل قبة وببدأ أعمل بالمنقاش من الجوانب دايما ما يدوب في الاخر بعمل من فوق. يبقى انت ممكن انت تنتشي بالمنقاش فتقولي لا ده العجينه محتاجه ميه، او يكون المنقاش نفسه سنه حامي او في مش مظبوط فبينتش لك العجينه. فخدي بالك من النقطه دي، مهمه جدا جدا، وكون العجينه معاكي مظبوطه. ايه اللي مقياس معاكي او هو ايه سبب اللي عرفك العجينه مظبوطه ولا لا؟ اللي انت تقوري العجينه وتحطي صباعك في النص كده ما شققتش، يبقى العجينه ممتازه والعجينه ناجحه. هنا خلاص بدأت أشكل. أنا ريحتي العجينة قد إيه؟ أنا بالظبط سبتها 5 دقايق عما يعني جبت الصواني وبدأت خلاص أشكل العجينة، لأن أنا شغالة لوحدي، فقلت عما أخلص كمية الكيلو وأقعد أنقش بقى وأنا بطيئة في النقش شوية هتكون العجينة ما شاء الله خمت وبقت حلوة. هنا ببدأ أدخل كده زي ما انتوا شايفين وبين كفوف إيديا أبدأ أعملها بالراحة كده زي الكوبا داير ما يدور، وبعد كده أقوم لماها من الجوانب وابدأ اعمل كده زي ما انتوا شايفين كده، ما بشدش المنقاش عشان ما ينتش معايا، وببدأ اعمل قبة للعجينة. انا عايزة العجينة، عايزة الكحكة تبقى ليها قبة زي ما انتوا شفتوا في بداية الفيديو، وبركزوا كمان هيتعاد المقطع ده في نهاية الفيديو، الكحك المنقوش لقبة. انا قصدي اللي انا اعمل له قبة، انا بحبه كده. طبعا عاملة كل المنقوش ده بالعجوة لان انا بحب طعم العجوة عن الملبن، يعني سبحان الله يعني الملبن مش بيحبني خالص، فانا بحب العجوه وعندي ولادي برضك بيحبوا العجوه، فكترت العجوه عن الملبن. الحشو بيرجع لك، حاطه فول سوداني، عندك انت مكسرات هتحطي اللي بيرجع لك. اهم حاجه اللي تبسي العجينه حلو جدا. عجينه لما تبسيها قبل ما تحطي الميه، اشتغلي في العجينه براحتك قوي طول ما انت ما حطيتيش الميه او حطيتي اللبن. لو حطيتي اي ماده سايله، يعني احنا عاجنين هنا بميه، حطيتي لبن، النتيجه بايه؟ الفرق بين اللبن والميه يا ايمان؟ هنا بحط الملبن وبدخلها زي ما انتوا شايفين كده. الفرق بين اللبن يا ايمان والميه ولا اي فرق، الاتنين نفس الطعم ومقربين لبعض جدا، بس الفرق اللي الميه بتدي عمر العجينه اطول، اما اللبن لا بيخلي عمرها قليل. يعني انت لو هتعملي كميه اعجني بميه، اما لو هتعملي كميه قليله اعجني بلبن. هل لو انت مش حابه تعجني بلبن هتعجني كده. هنا بقى بعمل بالبصامه دي. انت هنا هو انت عايزه ليها قبه. هنا ما شاء الله شكل الكحكه كانت عباره عن 22 جرام، يعني حاجه نونه كده سيمبل كده ببقك. هي يعني هتاكليها على قطمتين،
جميله جدا. وبرضك اللي معموله بالبصمه 22، بس عشان انا فردتها بالبصمه ما حبيت اميزها، ما اخليهاش برضك عاليه، عايزه ليها قبه مش هتضغطي عليها بالبصمه قوي، انا ضغطت بالبصمه عشان اميز بس الشكل، يبقى ده مفروض شويه وده ايه ليه قبه. فده بيرجع لك انت. اللي بتخش الفرن بكون محققه الحراره قبل ما ابدا اللي اسوي ب10 دقايق ربع ساعه. سخن الفرن حلو جدا، بدخل الكحك رف اوسط على درجه حراره 180 لو انا عندي درجات. لو انا ما عنديش درجات زي فرن كده هحط في الرف الاوسط على درجه حراره متوسطه، يعني اخلي الفرن على المتوسط، يعني درجة الحرارة متوسطة. أهم حاجة ممكن ياخد معاكي الكحك 10 دقايق، ممكن ياخد معاكي 15 دقيقة، كل واحدة بيختلف فرنها عن التانية. فأنت عارفة فرنك وسويه، يعني ما تربطهاش يعني أقول لك أنا 10 دقايق، ممكن أنت ياخد معاكي 12 دقيقة، ممكن أنت ياخد معاكي 8 دقايق فرنك حامي أو كده. فأنت متابعة السوية دي أنت يعني أنت الأساس فيها مش أنا. أنت عارفة فرنك حامي ولا لأ، فهتخليه متوسط أو اقل من المتوسط. لو حامي قوي فرنك مظبوط هتخليه متوسط، بالدرجات هتخليه على 180. هنا بقول لك اللي هي بقبه. هنا بقى يعني طبعا طول الفترة كنت بصور ماسكة أنا الموبايل بإيديا التانية، وبفتح حتى عاملة الكحكاية اللي هي في الأول فيديو بإيد واحدة، لأني مش عارفة اللي أنا حد يصورني. هنا بقى نقلت على الرخامة وعلقت الموبايل، وبدأت اللي أنا أوريكم الكحك مفرغ من جوه إزاي. والكحك والله يا جماعة دايب. أنا ما رضيتش أنزل الفيديو غير ما دقته، لأنه كنت مصوراه وأنا صايمة طبعا بالنهار، فعملت الفيديو بالنهار، فحبيت اللي أنا أدوقه بعد الفطار عشان اقدر اقول. هو طبعا كان باين من شكله وطعمه وريحته